قصتنا النهاردة لقيناها برضو مبعوثة على إيميل القناة اللي من أول يوم قلنا لكم احكولنا فيه المواقف المرعبة اللي حصلتكم، وهو مليان على آخره. قصة النهاردة بتقول: أنا اسمي آدم، عندي 26 سنة. طول عمري بسمع عن حاجة اسمها القرين، أعرف إن هو نسخة خفية مني عايشة معايا وما بتموتش غير لما أنا أموت. وكنت دايما بضحك وأقول دي مجرد خرافات، لحد الليلة اللي قلبت حياتي جحيم. كنت راجع مرة من الشغل متأخر، الساعة 2 بعد نص الليل. الشارع كان فاضي وأعمدة النور بتنور وتطفي. فجأة حسيت إن في خطوات ورايا، نفس خطواتي بالظبط. وقفت، لقيت الخطوات وقفت. مشيت، الخطوات رجعت تاني. بصيت ورايا بس ما كانش في حد. دخلت البيت والإحساس ده ما فرقنيش. قعدت على المكتب أكتب شوية شغل ورايا. ببص قدامي، لقيت المراية الكبيرة اللي متعود أشوفها كل يوم. لقيت انعكاسي عليها بيتأخر ثانية كاملة عني. أنا أتحرك، هو يتحرك بعدي بثانية. أنا لف، هو يلف بعدي بثانية. وفجأة انعكاسي ابتسم ابتسامة مرعبة، مع إني ساعتها ما كنتش بضحك. غطيت المراية بسرعة وقلت يمكن أوهام. بس الليلة دي الكوابيس بدأت بشكل رهيب. كل يوم بحلم نفس الحلم، بشوف نسخة مني قاعدة على السرير تضحك وتقول: أنا منك وانت مني، أنا قرينك وعارف أسرارك كلها. صحيت مرعوب والكوابيس ما بتخلص. في مرة مسكت المصحف وبدأت أقرأ قرآن، وفجأة سمعت صوتي بيتكرر ورايا، نفس صوتي بنفس النبرة، بس نبرة سخرية كأنه بيتحداني. لحد الليلة الأخيرة قررت أواجهه. قعدت قدام المراية أبص في عيني وأشوف انعكاسي. الملامح اتغيرت، عينيا بقت سودة، وفجأة انعكاسي ابتسم ابتسامة شيطانية. مد ايده من جوه المراية ومسكني وشدني. لقيت نص جسمي بيتسحب جوه وانا بصرخ، بس محدش سمعني. اخر لحظة قبل ما اختفي، انعكاسي خرج من المراية ووقف مكاني بيضحك، وانا اتحبست جوه ولسه محبوس لحد دلوقت. ايه رأيكم؟ انا اللي بعت القصة مش هو. هو خلاص وقته انتهى. بعد ما قفلنا الرسالة كل التيم جاله رعب، ومن يوميها واحنا بنحلم فعلا بكوابيس. وانتوا كمان، وانتوا بتسمعوا القصة، في اي مرايات حواليكوا